بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضلك اشترك في القناة وفعل الجرس على الكل ليصلك ما هو جديد. اضغط على زر أعجبني تشجيعا لنا لنشر المزيد، وصلي على النبي في التعليقات عليه الصلاة والسلام. عناوين الأخبار: الديوان الملكي، وفاة صاحبة السمو الأميرة، زلزال بقوة 4.2 ريختر، سفارة المملكة بكوريا الجنوبية تحذر رعاياها، الدبابات تغزو شوارع البلاد، إنقاذ 3 أشخاص من اندلاع حريق في شقة سكنية بالخبر، أمير الرياض يؤدي صلاة الميت، أمر ملكي من الملك سلمان. صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: بيان من الديوان الملكي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت سعد بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله اليوم الأربعاء الموافق 3/6/1446 هجرية بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر أمس الثلاثاء مدينة بونتا كانا شرق الدومينيكان. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق 3.5 درجة كيلو مترات، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. أصدرت سفارة المملكة في كوريا الجنوبية بيانا عاجلا دعت فيه رعاياها المقيمين أو الزائرين إلى توخي الحذر والابتعاد عن التجمعات العامة، استجابة لتوصيات السلطات الكورية التي تتعلق بالأمن أو الصحة العامة. وأكدت السفارة على أهمية متابعة التعليمات الرسمية المحلية والالتزام بالإجراءات الوقائية التي تهدف لضمان سلامة الجميع، كما وفرت رقما طارئا يمكن للمواطنين التواصل عبره على مدار الساعة. تأتي هذه التحذيرات ضمن جهود السفارة لحماية مواطنيها بالخارج وضمان سلامتهم، كما جاءت نتيجة اضطرابات محتملة أو أحداث محلية قد تؤثر على سلامة رعاياها. غزت الدبابات شوارع كوريا الجنوبية عقب إعلان الرئيس يون سوك أمس الثلاثاء عن فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية بالبلاد. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لانتشار قوات من الجيش والدبابات في شوارع العاصمة سيول، وأظهر مقطع فيديو آخر اشتباكات بين الشرطة ومعارضون للقرار أمام مقر البرلمان، كما اقتحم عدد من قوات الشرطة مبنى البرلمان لمنع التصويت على عزل يون سوك. تمكنت قوات الدفاع المدني بالخبر من إنقاذ 3 أشخاص
أسرى اندلاع حريق في شقة سكنية. وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن قواتها تمكنت من إخماد الحريق دون أي أضرار وإصابات. أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر صلاة الميت على والدة صاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن عبد المحسن بن مشاري آل سعود رحمها الله، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض. صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على منح وسام الملك بن عبد العزيز من الدرجة الثالثة ل 72 مواطنا ومواطنة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو متوفي دماغيا. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.